السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول إحداهم في فترة خطوبتي: كنت أتصل على خطيبتي أجد هاتفها مشغولا، وبعد انتظار لوقت طويل حتى تنتهي، وفي تلك الفترة كنت أكرر اتصالي بها حتى تنتبه لهاتفها وتنهي مكالمتها الحالية وترد علي أنا أهم من اللي كانت بتكلمه. وبعد أن تفتح علي الخط أسألها عن من كنت تتحدثين، فتقول لي كنت أتكلم مع صديقتي المقربة. وأيضا كلما أرسلت لها عبر الماسنجر أو الواتساب لا ترد علي مباشرة، وكلما سألتها عن السبب ترد وتقول إنها كانت ترسل لصديقتها المقربة. في الحقيقة كنت أغار من صديقتها تلك كثيرا، ولأول مرة أجدني أغار من فتاة من فتاة مثلها. أغار على فتاتي من فتاة مثلها. وكنت أقول دائما بعد زواجنا ربما ستتغير وكل اهتمامها سيكون لزوجها، أقصد أنا، البقية تأتي. بعد زواجنا لم تتغير، الواضح كثيرا إنها قد ازدادت سوءا. كانت تقضي معها النهار والليل، وبضعا من الليل باتت تقضي معها النهار كله والليل كله. تلك صديقتها كانت تزورها في بيتنا كل يوم، ودائما كنت تزورها في وقت عودتي من العمل للبيت. وكانت عندما تغادرنا صديقتها تمسك الهاتف وتجدها تنتظر داخل الهاتف وتبتسم وتقرأ الرسائل. تعالت صوتات الرسائل على الماسنجر المستفزة، وكنت أعصب منها كثيرا. فسألتها ساخرا: حبيبتي، هل هناك شخص يرسل لك النكت؟ احكي لي نكتة كي أضحك معك بدل من أن تضحكي لوحدك. فأجابت وتقول: لا، أنا ما زلت، وهي ما زالت مبتسمة ووجهها ضاحك كالطفل الصغير. كلا، بس كنت بقى أطمن على صديقتي إنها وصلت إلى البيت، وقالت لي وهي تضحك إن الكلب طاردها إلى عودتها إلى البيت وأوصلها وهي تركض من الخوف منه. فأقول لها وأنا غاضب منها: ألا تفعلين شيئا في حياتك سوى محادثة ومراسلة واهتمامك بصديقتك تلك؟ أليس لها زوج؟ أليس لها أي أحد في البيت يشغلها غيرك؟ أليس لزوجك عليك حق أن تشغلي بالك فيه لو قليلا من الوقت؟ فتقول غاضبا: لا أدري لما تكره كل هذا الكره، إنها صديقة الطفولة وهي بمثابة الحياة بالنسبة لي، فلا تحاول إبعادي عنها، ولو سوف أبعد عنك أنت ولا أبعد عنها. استمر الوضع على هذا الحال لشهور كثيرة، رغم أنني حاولت مرارا تكرارا أن أهتم بها أكثر من اهتمام صديقتها. وأصبحت أحمل لها الهواتف، أحمل لها مجموعة كبيرة من الصور والقطط والأزياء والصور الممثلين لأترك لها حبي لها، وأعبر لها أني أحبها أكثر من كل الدنيا. وكنت يوميا أعود من العمل أجلب لها معي كل أنواع السكاكر والشوكولاتة والشيبس والعصير. كنت أحتفل بعيد ميلادها كل يوم تقريبا، وكل محاولاتي تلك باءت بالفشل. يقول: فكرت في أن أحدث والدها أو أحدث والدتها أو إحدى أخواتها الكبار، ولكني كنت أتراجع في آخر لحظة خوفا من أن تظن أنني أحاول أن أضغط عليها بواسطة عائلتها وأستفزها، وعدم اكتراثي بها كنت أنا بدي أنجلط. وفي أحد الأيام وبينما كنا على مائدة الطعام وكانت وجبة الغداء قلت لها: يا حبيبتي، هل تعلمين أن صديقتك تلك محظوظة؟ فقالت: لماذا يا حبيبي؟ أخبرني ماذا فعلت لك ولماذا اهتممت بها أخيرا؟ فقلت: لأنها تملك صديقة مثلك تحبها كثيرا، وكانت مكانتها عندك أكبر من مكانتي. ما رأيك أن أجلبها للبيت وأن لا تفارقك أبدا؟ فابتسمت ابتسامة كبيرة وقالت: أتمنى أن يأتي ذلك اليوم وتكون معي وبرفقتي وتكون جالسة عندي في كل الوقت.
فقلت لها أنا سأهتم بالأمر وأجعلها رفيقتك وصديقتك وضرتك أيضا. فقالت متعجبة كيف هذا؟ فقلت انظر إليك يا حبيبتي، وأنت تحبين صديقتك أكثر من زوجك. فقررت ووجدت فقررت أن أجمع بينكما بالحلال، وأنها لن تتركك بعد اليوم وسوف أتزوجها كي أرضيك أنت. يقول فجأة وجدت حدقت عينها، عين زوجتي اتسعت غضبا، فما الذهول ولا نطقت بأي حرف ولا أي كلمة حتى، واكتفت بالصمت ونظرت للمائدة وحمدت ربها وقالت أنا شبعت من كلامك أكثر من الأكل. كسرت صمتها قائلا ماذا قلت؟ فأجابت بتردد لم أقل شيئا، لقد كنت مجرد مزحة. فقالت غاضبا لا تكرر مزاحك هذا، آخر مرة تمزح معي بهذا القول. صديقتي على عيني وراسي بس تاخذ جوزي لا. يقول منذ هذا اليوم زوجتي توقظني إلى العمل كل صباح، وتعد لي الفطور وتذهب معي إلى الباب حتى تودعني حتى أخرج. كنت تتصل بي في العمل أكثر من 5 مرات، وعندما أعود من عملي أجدها بانتظاري أمام الباب. لقد تأخرت اليوم 5 دقائق يا حبيبي، أين كنت ولماذا تأخرت؟ أين كنت؟ وانقلبت السحر على الساحر، وبدأت تهتم بي أكثر من صديقتها. يقول منذ ذلك اليوم ولم تعد تزورها صديقتها في بيتها، ولم ترد على اتصالاتها إلا قليلا من المرات، ولم تعد تجيب على رسائلها في الماسنجر إلا قليلا قليل. يقول حتى تلك اللحظة وكلما تسألني زوجتي هل كنت تفكر بصديقتي آه، من جد؟ هل كنت هل كنت تحبها؟ قال لها أقسم بالله العظيم ما كنت أحبها ولا أريدها، كنت أمازحك فقط. وبالحقيقة كانت مزحتك ثقيلة جدا، لا تكررها لو سمحت إذا كنت تحبني. هاي كانت قصتنا اليوم، إنه الزوج كيف بيغار من صديقة زوجته، كيف إنه أي زوج بالدنيا بيحب الاهتمام، بحب إنه زوجته تهتم بيه وهذا حقه. هو ما تزوجكيش عشان تفضلي طول الليل والنهار مع صديقاتك، إله حق عليكي إنه لازم تهتمي فيه. وإن شاء الله تكون عبرة للبنات. صديقتي برا البيت، لكن جوا البيت ما فيش حد، ما فيش اهتمام غير للزوج اللي حبني واللي خلاني ملكة في بيته. هاي كانت قصتنا، كانت معكم ريتا جمال. بحبكم بالله، صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.